فازت بفضل المنتخب المغربي الذي أحرج كرواتيا في الدور الأول وصفة بطل العالم، وأخرج أيضا من الدور الأول منتخب بلجيكا المصنف عالميا في المركز الثاني، وأخرج إسبانيا في الدور الثاني، وأخرج كذلك البرتغال في ربع النهائي، ليصبح كما نعلم كلنا أول منتخب عربي وإفريقيا يبلغ نصف نهائي كأس العالم، في انتظار تحقيق المعجزة الكروية الكبرى ببلوغ المباراة النهائية في بطولة غريبة الأطوار لحد الآن قدمت فيها المنتخبات التي ركزت على الكرة قدمت فيها مستويات أفضل من تلك التي ركزت على قضايا سياسية. بطولة أيضا سالت فيها دموع الخيبة على وجوه نيمار، رونالدو، لويس سواريز، ودموع الفرح أيضا التي سالت أيضا على وجوه أخرى كثيرة في أوساط اللاعبين والمدربين، وحتى في الأوساط الجماهيرية شفناها في المدرجات. هو في الحقيقة الاستثناء بدأ قبل 12 سنة عندما فازت قطر بتنظيم كأس العالم أمام العمالقة آنذاك، نقصد أمريكا وأستراليا وكوريا الجنوبية وكذلك اليابان. تواصل بعد ذلك الاستثناء عندما قررت الفيفا إجراء البطولة في فصل الشتاء وليس في فترة الصيف كما جرت العادة. وتواصل الاستثناء عندما صمدت قطر كذلك أمام كل محاولات منعها من تنظيم هذا الحدث، عندما اتهمت في البداية بتقديم رشاوي، ثم اتهمت بعد ذلك بانتهاك حقوق الإنسان وحقوق العمال وحقوق المرأة وحقوق المثليين، فانشغلت بالبناء والتشييد وشيدت 7 ملاعب ومرافق عديدة وبنية تحتية عظيمة جدا في وقت وجيز، رغم الحصار الذي فرض عليها ل3 سنوات وتداعيات الأزمة الاقتصادية وتداعيات أيضا تفشي كوفيد-19 وكل الحملات السياسية والإعلامية التي تعرضت لها قطر قبل أن تبهر العالم كما تبعنا بتنظيم استثنائي من دون كحول في محيط الملاعب وداخلها وسط حضور جماهيري عربي بالدرجة الأولى كبير وأجنبي أيضا دخل قطر وخرج منها بسلاسة وفي ظروف آمنة، أمنية لم تحدث وأمنية لم تحدث فيها لا أعمال شغب ولا عنف لا في المدرجات ولا خارج الملاعب. الاستثناء أيضا من الناحية الفنية صنعته الكرة الآسيوية ب3 منتخبات تأهلت إلى الدور الثمن النهائي لأول مرة في التاريخ. أبرزها طبعا كان المنتخب الياباني الذي أخرج ألمانيا وما أدراك من الدور الأول، وأحرج إسبانيا كذلك، ثم بعد اليابان جاء الدور على منتخب كوريا الذي تسبب في خروج الأوروغواي، وكذلك أستراليا التي صعدت للدور الثاني على حساب الدنمارك. في حين كما نبقى نذكر ونعتز ونفتخر تمكن المنتخب السعودي من الفوز على المنتخب الأرجنتيني في مباراته الأولى قبل أن يحرج بولندا والمكسيك في المباراتين الثانية والثالثة، مدعما بآلاف من عشاقه الذين أعطوا الانطباع فعلا بأن هذه البطولة عربية بفضل حضورهم الكبير وبفضل كذلك الأجواء التي صنعوها في الملاعب وخارجها، وخاصة عندما استمروا في التوافد على الدوحة بعد خروج منتخبهم للاستمتاع أكثر فأكثر بأجواء الكرة والفعاليات المرافقة التي تقام على هامش البطولة. القارة السمراء بدورها صنعت الاستثناء هي كذلك بمردودها ونتائجها، بفضل تونس أولا التي فازت على بطل العالم فرنسا، وبفضل الكاميرون الذي كان أول منتخب إفريقي يفوز على البرازيل، وكذلك بفضل السنغال الذي بلغ الدور الثاني على حساب الإكوادور من المجموعة الأولى اللي كانت فيها هولندا وكان فيها أيضا منتخب البلد المنظم قطر. في حين كانت نتائج المنتخب المغربي استثنائية بكل المقاييس بعد احتلاله المركز الأول في مجموعته وإقصائه لمنتخب بلجيكا مصنف الثاني عالميا قبل أن يطيح بإسبانيا في ثمن النهائي، ثم بالبرتغال في الدور ربع النهائي، ويصل إلى المربع الذهبي بأحسن خط دفاع لم يتلقى سوى هدف واحد، كان هدف عكسي، سجل 5 أهداف كذلك،
لعبها بشكل مميز للغاية وبروح عالية جدا، أبهرت المتتبعين الذين أجمعوا على أن بلوغ نصف نهائي كأس العالم لم يكن صدفة ولم يكن مفاجأة بقدر ما كان منطقيا ومستحقا يحدث لأول مرة في تاريخ الكرة الإفريقية. حتى دموع لويس سواريز، رونالدو ونيمار كانت أيضا استثنائية في هذا المونديال، وكان خروج البرازيل في ربع النهائي حدثا بارزا بفضل المنتخب الكرواتي الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بفضل لاعبه الشاب، نعم لاعبه الشاب بين قوسين، لوكا مودريتش، مثلما بلغ حامل اللقب المنتخب الفرنسي نفس الدور أيضا بلاعب شاب آخر اسمه أوليفييه جيرو في مونديال يمكن أن نقول عنه لحد الآن بأنه قلب كل الموازين والقواعد، بحيث لا كبير بقي كبيرا يتعالى بتاريخه ولا صغير بقي صغيرا يراوح مكانه ومعقدا كذلك من الكبير. مونديال اكتشف فيه المشجعون الأجانب عالما مغايرا بذلك الموجود في إعلامهم المضلل، يحسن التنظيم واستضافة الناس والتعامل معهم، ويتقن حتى لعب الكرة والاستمتاع بها مثل غيره إن لم نقل أفضل. لذلك كان ولا يزال مونديال قطر استثنائيا، وأكيد ما يزال يخبئ لنا استثناءات أخرى قد تصل إلى درجة تحقيق المعجزة في حال إطاحة المغرب بحامل اللقب المنتخب الفرنسي في المباراة النصف النهائية. إذا تأهل المنتخب المغربي ستكون معجزة كبرى بالإطاحة بالمنتخب الفرنسي، وإن حدث ذلك طبعا سيكون منطقي ومستحق، لأن الذي يحتل الرياضة في مجموعة فيها كرواتيا، والذي يقصي بلجيكا من الدور الأول، ويقصي إسبانيا في الثمن النهائي، ويقصي كذلك البرتغال بذلك الشكل في ربع النهائي، بإمكانه أيضا إقصاء حامل اللقب فرنسا والفوز على الأرجنتين أو كرواتيا في النهائي، لما لا، خاصة وأنه يلعب البطولة كما نلاحظ على أرضه وأمام جماهير عربية وإفريقية كبيرة تشجعه، أيضا يلعبه في ظروف ملائمة تمنحه فرصة أنا في اعتقادي لن تتكرر قبل قرن من الزمن، قبل قرن من الآن إن تكررت، لأنه الوهم تحول إلى حلم، والحلم تحول إلى واقع، والواقع يمكن أن يصبح حقيقة بعد أسبوع من الآن. يعني في يوم الأحد 18 من شهر ديسمبر هنا في العاصمة القطرية الدوحة، في العيد الوطني القطري، والذي سيكون أجمل هدية يقدمها المغاربة لقطر التي احتضنتهم، لقطر التي سمحت لهم بأن يتألقوا ويتميزوا ويبدعوا ويفوزوا، ورافقتهم مثل ما رافقتهم الجماهير العربية والمغربية بالخصوص التي توجد بالآلاف في العاصمة القطرية الدوحة. وهذه فرصة، لأنه لم يسبق لأي بلد إفريقي أو عربي وأن لعب وسط هذا السند الجماهيري الكبير، ربما ما عدا منتخب جنوب إفريقيا في 2010 عندما نظمت جنوب إفريقيا نهائيات كأس العالم في 2010، ما عدا ذلك الحضور الجماهيري من جماهير جنوب إفريقيا والبلدان الإفريقية المجاورة في جنوب القارة. العرب عمرهم ولا كان لديهم مثل هكذا حضور في المدرجات، من أصل 80,000 كنا نجد 70,000 من أنصار السعودية والمنتخب السعودي مقابل بضعة آلاف للجماهير الأخرى. كل التوفيق للمنتخب المغربي في مباراته النهائية الأولى أمام المنتخب الفرنسي، ثم لما لا النهائية الكبيرة.